السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درت الفيديو غنجاوب على واحد السؤال. بزاف ديال الناس كيطحنوا عندنا الزيتون في المعصرة وكيسولونا على طريقة ديال التخزين ديال زيت الزيتون. اول حاجة غنهضروا عليها هي العوامل اللي كيأثروا على زيت الزيتون، اللي كيخليوه يتبدل الطعم ديالو واللون ديالو. انا غنجاوب بالمعرفة البسيطة ديالي اللي غنجاوب بها، داكشي اللي عارف انا. اللي عارف شي حاجة اخرى يفيدنا فيها. الزيت كتأثر بثلاث الحوايج اللي هما الضوء والحرارة والأكسجين اللي هو الهواء. وأما بالنسبة للهواء، الإنسان كيبقى كل مرة يفتح من ديك القرعة، كل مرة يفتح منها ولا ديك البرميل اللي كيدير فيه الزيت وكيدخل ليه الهواء. داك الهواء كيأثر على المذاق ديالو، مكيبقاش فيه المذاق. هو زيت ولكن المذاق راه مفيهش. وبالنسبة للدرجة ديال الحرارة اللي مناسبة ليه كاينة ما بين 14 درجة حتى 18 درجة. بحال شي حوايج الانسان كيحط الزيت قريب لشي فران. هنا كاينه السخونيه، الزيت مع المده غتقلبو غتلقاه ولا جاري وغتبدل اللون ديالو، ما يبقاش خضر كيف ما كان في الاول. نديروه في القرعه ديال الزاج كتكون مظلمه، اولا في هذيك ديال الالومنيوم، القنينه ديال الالومنيوم، حيت كتحميه من الضوء.